بمكون سحري هتعملي احلى واجمل قمر الدين. بنص معلقه صغيره هتعمل لك اجمل لفه قمر الدين، وهتعمل لك كميه كبيره كمان. والله ما كنت متخيله انه هيبقى بالمنظر ده ولا بالشكل ده. احلى قمر الدين نفس الجاهز بالظبط، واحلى كمان واوفر منه ب 15 جنيه بس. هتعملي كل الكميه اللي انت شايفاها دي، هتعملي لفه قمر الدين الجميله قوي دي. فعلا بجد اختراع. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص على الابواب. هتقدري باقل المقادير واقل التكاليف هتعملي اجمل واحلى قمر الدين بمقادير بسيطة قوي. زي ما انت شايفة الجمال قدامك عامل ازاي، واللمع اللي هيشوفه لو وريتيه لحد هيفكر ان انت جايباه جاهز من بره مش عاملاه. ومقاديره بسيطة قوي، انت تكلفته ولا حاجة. والمكون السحري اللي هيقلبه هيخليه فعلا اللي يدوقه يقول قمر الدين فعلا. هكون جايبة معايا مجهزة معايا نص كيلو من الجزر وبشراه. عايزة تقطعيه، انا بسهل بس بشراه، بسهل ان انا ايه يستوي منك بسهوله. نص كيلو من الجزر انا غسلاه ومقشراه وعاملاه بشر كده زي ما انتم شايفينه. هحط عليه نص كوبايه من السكر او كوبايه كبيره من السكر اللي يعجبك. هو انا حطيت الاول نص كوبايه وبعد كده زودت عليها نص كوبايه تاني. هكمل زي ما انتم شايفين كده. هحط عليها كوبايه من عصير البرتقال البلدي. اهم حاجه انا عايزه مزازه البرتقال البلدي، وعايزه في نفس الوقت ان البرتقال البلدي بيرمي لي ميه كتير. احطه على النار يبدا ان هو يتسلق زي ما انتم شايفين كده. استوى معايا خلاص. الجزر استوى معايا واتظبط معايا زي ما انتم شايفين كده. ما باضيفش عليه ميه ولا حاجه. بجيب ربع كوبايه ميه فتره من الحنفيه عاديه عشان النشا بتاعي ما يتكتلش. معايا معلقه كبيره من النشا. وهجيب بقى المكون الخطير الحلو قوي اللي هو فعلا هيخليه قمر الدين معايا. باكت من المشمش، وهو برضو الجيل المشمش ده هو عمليه ربط بدل الجيلاتين، بديل الجيلاتين. هو باكت واحد بس من جيل المشمش. انا مش هحط بس منه معلقه او اتنين، لا انا هحط الباكت كله. انا عايزه اعزز طعم المشمش في الوصفه بتاعتي. ما تبقاش عباره بس عن جزر، طعم جزر بس، لان هو اللي هيبين لي قوي ان هو قمر الدين هو باكت المشمش اللي انا ضفته ده. وهيساعد على الربط بتاع القمر الدين معايا. معلقه النشا قلبتها على الباكت بتاع الجيلي بالمشمش، وابدا ان انا احطهم على بعض. عندك هاند بلندر اضربيه في الهاند بلندر، عندك خلاط انا ضربته المتاح والموجود عندي، ضربته في خلاط عادي. ضرب كتير قوي بس عشان يبقى ناعم منك. يعني كتري الضرب فيه عشان انا عايزاه ناعم خالص، ويكون الجزر بتاعك استوى كامل سوا عشان يتضرب منك بسهوله. خلاص ضربته زي ما انتم شايفين بقى الجمال بتاعه واللون، الريحه بتاعته فعلا قمر الدين. اضافه المشمش وديته في حته تانية خالص. ولسه هحط لك عليه مكون هيخليه فعلا قمر الدين اصلي. انا كده حطيت عليه بس معلقه صغيره ملح ليمون. انا عايزه مزازه قوي. اللي مش عايز كميه ملح ليمون يحط نص بس. او المكون الرهيب اسانس ريحه المشمش. الاسانس المشمش ده هو ريحه المشمش من عند اي عطار او مستلزمات بتاع حلواني. قولي له انا عايزه اسانس المشمش هيخلي لك الوصفه في حته تانية. هي ده خلاص كده بالجيلي المشمش والاسانس المشمش ده خلاص. انا بدات ان انا اهو هيبدا يعمل معاكي فقاقيع. لازم تقلبيه طول ما انت واقفه عشان ما يلزقش منك في قاع الحله.